السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق الفراولة كله يجمع. مفيش حد ما بيحبش الفراولة، ولو مش بتحبيها هتحبيها بالطريقة دي. عملنا بقى شوية بقى تغييرات وافتكاسات كده بقى في كيكة الحليب التركية، وعملناها بالفراولة اللي عشان خاطر لولي بتحب الفراولة، فحبيت بقى ايه افرحها واعملها لها. بجد طريقة جميلة جدا وسهلة وبمكونات موجودة في بيتك. هاتي بس الفراولة ويلا اول ما تشوفي الفيديو ده هتقومي تعمليها على طول لاولادك. جميلة وفيها قيمة غذائية وسهلة كمان وبسيطة معانا. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للناس منها شيء ولا شيطان منها نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. ولو أول مرة تشوفي قناتي تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا لو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليق جميل بيسعدني. شير كتير كتير عشان تعم الفايده، ودعوه حلوه بظهر الغيب. شايفين فين الطبقات شكلها جميل ازاي، وطعمها كان رائع جدا فوق ما تتخيلوا. يلا بينا عشان نشوف مقاديرنا النهارده وطريقتنا. يلا بينا. انا معايا كميه من الفراوله دي، حوالي كيلو ونص من الفراوله. يعني هي كانت كميه عندي واكلوا منها، فده ما وزنتهاش بصراحه. مغسوله كويس جدا ومتنضفه، وابتدي اقطعها. طبعا انا كنت جايبه بولتين عشان انا كنت ناويه اعمل معاكم وصفه تانية اللي هو جليز الفراوله. بس طبعا الفيديو كان هيبقى طويل قوي، فحبيت ان انا استكفى النهارده بالوصفه بتاعه الكيك بتاعتي. وان شاء الله احنا في موسم الفراوله، وهعمل معاكم بعد كده وصفات حلوه جدا. ولو في اي حاجه عندك او مقترحات اكتبي لي، طلباتكم اوامر. قطعت الفراوله بتاعتي الكبيره دي، مالكمش بقى دعوه بيها بقى، دي اللي احنا كنا هنعمل بيها الجليس بتاعنا او الصوص بتاعنا، فسيبناها كده على جنب لمره تانية. قطعت الفراوله القطع الصغيره دي عشان خاطر الكيك. تقطيعات الصغيره دي عشان خاطر لما تيجي تقطعي كده بالشوكه الاولاد يعرفوا ياكلوها، تعرف تبقى سهله معاكي في التقطيع والاكل معانا، عشان كده قطعناها صغيره. هبتدي اول حاجه هدي رشه فانيليا بسيطه جدا، ودي اختياري. ممكن لو انت بتحبي ريحه الفراوله والصوص كده بتاعتها، ملهاش لازمه انك انت تحطي الفانيليا. بس انا حطيت حاجه بسيطه خالص يعني فوق ما تتخيلوا. حطيتها وهنزل باربع معالق كبار من اللي هي بتاعه الطعام دي مليانين. انا مش بحب الحاجات حلوه قوي حبايبي، عشان كده مش بحب الحاجات تجزع معايا، لان في طبقات تانية. فبحب الاكل الحاجه الحلوه تبقى متوسطه. فحطيت اربع معالق كبار من السكر، وابتدي اقلب الفراوله بتاعتي كويس جدا، عشان خاطر الفراوله لما تتشرب من السكر، عشان لو فيها حبيبات مش مسكره تبقى كلها حبيباتها كلها طعمها حلو. وفي نفس الوقت تنزل السوائل اللي موجوده في قلب الفراوله بتاعتي، لان انا محتاجه السوائل دي عشان الطبقه الاخيره بتاعتنا، الطبقه الثالثه معانا. فبجد كانت رائعه جدا. قلبت الفراوله ومن وقت للتاني بفضل اقلبها عشان السكر اللي تتشرب كل السكر وتنزل السوائل بتاعتها كلها. ندخل بقى على مقادير الكيك بتاعتنا. معايا حبايتين من البيض، عليهم معلقه صغيره من الفانيليا، ومعلقه كبيره من الخل. دي اللي تعتبر زي المحسن بتاع الكيك بتاعنا. وهنزل في الخلاط. انا بستسهل الخلاط بصراحه، في الوقت وفي المجهود. اللي ما عندوش خلاط يقدر يستخدم المضرب السلك العادي جدا. حطيت البيض بتاعنا وهنزل عليه بكوبايه الا ربع من السكر. سكر حبيبات عادي، بس يا ريت يكون لونه ابيض لان احنا هنعملها بالفانيليا فاتحه عشان ميبقاش لونها غامق. هبتدي اضرب في الخلاط بتاعي لمده دقيقه. شايفين لونه فتح ازاي؟ وطبعا اللي متابعيني حبايبي عارفين ان انا بحب اشتغل في الخلاط، بسيب الغطا بتاعي مفتوح زي ما انتم شايفين، عشان يبقى الكيك بتاعي هاش وفيه فراغات والهواء يدخل فيه. نزلت عليهم بكوبايه من الحليب، والخلاط بتاعي شغال زي ما انتم شايفين، وبرده سايبه الفتحه بتاعته. انزل عليها بالزيت بتاعي عباره عن نص كوبايه من الزيت، وانزل عليهم بالخيط، الزيت زي الخيط كده بالظبط. طبعا انتم متعودين انا بسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. نزلت بالزيت بتاعي، وافضل سايبه الخلاط بتاعي شغال شويه كده زي ما انتم شايفين، عشان يخش فيه كل الهواء. وبفتح الغطا ولونه فتح خالص معايا بقى كريمي ازاي، لونه بقى فاتح. هبتدي بقى طفيت الخلاط بتاعي، وابتدي انزل بالمواد الجافه بتاعتي. دي عباره رشه الملح بتاعتي وكوبايتين من الدقيق. كوبايتين الدقيق دول انا هشيل منهم معلقتين دقيق. طبعا ده اختياري، لو انتي ما عندكيش نشا تقدري تستخدمي كلهم من مع كوبايتين الدقيق كلهم. لو عندك نشا شيلي معلقتين من الدقيق وحطي مكانهم معلقتين من النشا، وخلي معلقتين الدقيق دول على جنب عشان هنحتاجهم. يبقى كده كوبايتين من المواد الجافه. الدقيق اخدنا منه معلقتين وحط لهم نشا مكانهم. هنزل بالدقيق بتاعي عشان انخله، وهنزل عليه بمعلقه كبيره من البيكنج باودر او ظرف من البيكنج باودر. نزلت بالبيكنج باودر وهبتدي انخل المواد الجافه بتاعتي.
طبعا اهم حاجه النخل الدقيق بتاعتنا ده، على فكره دقيق متعدد الاستخدامات، مش دقيق حلويات اللي انا مستخدماه، اي دقيق موجود عندك. هبتدي انزل كده بالمواد السائله بايد، وبالايد التانية اضرب بالمضرب السلكي بتاعي. نزلت المواد السائله كلها اللي موجوده معايا في الخلاط، وابتدي اقلب في اتجاه واحد، قلبي في اتجاه واحد وتاكدي ان مفيش اي تكتلات من الدقيق بتاعنا. قلبت كويس جدا الكيك بتاعي. وطبعا انا مشغله الفرن قبل منها مسبقا، قبل ما بشتغل في الكيكه ابتدي اشتغل فيه، بس ما يزيدش اقل من يعني 5 دقايق يكون شغال قبليها، ما يبقاش شغال فتره طويله عشان الكيك بتاعك ما يطلعش قطع حتى عاليه وواطيه. بطنت الكيك بتاعي ونزلت بيه، وطبعا انا متاكده بالاسباتشوله ان مفيش اي كتل من الدقيق خالص. ونزلت بالاسباتشوله كده خطوط طولي وعرضي عشان مش عايزه فيها يبقى فيها مسام واسعه كتير. لو ان الكيكه طلعت هشه معايا بدرجه لا تتخيلوها، بجد كانت رائعه جدا. اعتمدوا وصفه الكيكه دي عندكم، لا مش لازم عشان حتى الوصفه دي. نزلت كده وبالخطوط او بخله تقدري تعمليها. طبعا معلومه مهمه جدا للمستجدين في المطبخ، التيفال او البايركس لازم يتحط تحت منه ألمونيا عشان توزع الحراره كويس وما يتحرقش. شايفين وهي في الفرن لسه وطلعت ما شاء الله عليها. واختبرتها بالخله، قعدت معايا نص ساعه بالظبط، درجه حراره 170، وكانت الكيك بتاعتي جاهزه. طلعت الكيك بتاعتي تبرد ونبتدي نشتغل في الكريمه. عبارة عن كوبايتين من الحليب على كوبايتين من اللبن. عايزة تستخدمي كله حليب استخدمي كله حليب، انا حبيت اخف شوية ايه من التكلفة شوية يعني. فحطيت 2 من الحليب و2 من المية، ودول معلقتين الدقيق اللي انا كنت شايلاهم من الكيك، ومعلقتين من النشا. لان كل كوباية من الحليب بتاخد معلقة من النشا او الدقيق بتاعي. قلبت كويس كده على البارد النشا والدقيق، ونزلت عليهم بنص كوباية من السكر، وابتدي اقلب على النار معايا واحده واحده لحد ما القوام. طبعا اهم حاجه ايديكي تبقى مستمره في التقليب عشان خاطر ما يمسكش معايا. وعايزه اقول لكم على معلومه كمان، طبعا في المرحله على النار دي حاولي تدوقيه عشان لو حسيتي ان سكره خفيف تقدري تزودي سكر كمان على حسب ما انت ما بتحبيه. التحليه دي على حسب ذوقك انت، انا مش بحب الحاجات حلوه. بعد ما طلعت على النار واستوت وعملت الفقاعات بتاعتي، نزلت عليها بمعلقه من الزبده، ونزلت كمان عليها بمعلقتين من الكريم شانتيه ومعلقه من الفانيليا. قلبت كويس جدا. لو انت ما عندكيش كريم شانتيه ممكن تشيليها، طعم الكريمه حلو. الكيكه بتاعتي بعد ما بردت ما شاء الله هشه ازاي، بصوا حبيت اوريلكم بس ان الكيك بتاعتي بتتشرب من الحليب. شايفين اول ما بنزل معلقه الحليب عليها او اللبن بتتشرب اللبن بتاعي بسرعه جدا، لان الكيكه بتاعتي هشه جدا ورائعه بجد. بجد اعتمدوها عندكم الوصفه دي. نزلت كوبايه اللبن بتاعتي، وبصوا انا بوريلكم ان هي شربت الكوبايه كلها على طول، ما عادتش وقت ان الكيكه هشه وجميله معايا. الكريمه بتاعتي كده جاهزه معايا، نزلت على الكيك بتاعي. طعم الكريمه كمان كانت جميله جدا وريحتها كانت حلوه قوي قوي. طبعا تيست بتاع الكريم شانتيه ده بتوديها في طعم تاني بصراحه. فانت لو موجوده عندك بجد حطيها، بتدي طعم حلو قوي قوي. سويت الكريمه بتاعتي كده على قد ما اقدر، مش مهم التسويه قوي لان كده كده هنحط طبقات الفراوله عليها. اديتها خبطه كده سويتها. جيت بقى للفراوله بتاعتي وفضلت اقلب فيها كده كويس جدا عشان خاطر السكر بتاعها، وابتدي اصفي. بص انا حبيت بس اوريلكم، بصوا الفتره اللي عملت فيها الكيك، بص نزلت كميه سوائل ازاي قد ايه. هبتدي اصفيها عشان ناخد السوائل بتاعتنا او العصير اللي نازل منها ده، اللي هنعمل بيه طبقه الجيلي بتاعتنا اللي هتحط فوق الفراوله. صفيت الفراوله بتاعتي كويس جدا. هبتدي اعاير الميه او السوائل اللي نزلت من الفراوله بتاعتي، طلعت كوبايه معايا. انا محتاجه كوبايتين من السوائل، فالكوبايه التانية دي انا هكملها بالميه معايا، يبقى كده كوبايتين من السوائل وهنزل عليهم بمعلقتين من النشا. وممكن كمان تستغني عن النشا دي وتستخدمي مكانها باكت جيلي فراوله، بيدي تيست حلو قوي كمان. بس انا حبيت بقى بس ابسط على ايه على حبايبي، وقلت اجي استخدمها نشا. طبعا هي عليها سكر. هبتدي بقى الفراوله بعد ما صفيتها كويس جدا، هبتدي اوزع قطع الفراوله كده فوق الكريمه بتاعتي. شايفين ايدين ليلي لازم تساعدني. هبتدي اوزع بقى الجيلي الفراوله بتاعتي القطع الصغيره كده فوق الكريمه. طبعا لو لسه موجوده معايا لحضرتك ما تنسينيش بقى في اللايك الجميل بتاعك. وزعت الفراوله بتاعتي، نبتدي بقى نشوف الجيلي بتاعي بقى وهو محطوط كده على النار. طبعا اهم حاجه ان في الكريمه والجيلي لازم ايديكي تكون مستمره في التقليب عشان ما يلزقش معاكي. فضلت اقلب معايا كده واحده واحده. اول ما ابتدي يخش في السوا بتاعك هتلاقي لونه بقى احمر خالص كده. شايفين؟ اول بقى ما يعمل البابلز بتاعه او يغلي كده يبقى كده خلاص النشا بتاعتي استوت، هشيله من على النار على طول. وزي ما قلت لكم تقدري تستغني عن النشا بالجيلي. هبتدي انزل بقى بالجيلي بتاعي ده كده فوق الفراوله، ومش مهم هو سخن عادي بنزل فيها مش مشكله. حتى الجيلي ده ما بينزل ده بيحافظ على الفراوله بتاعتك، ما بتخليهاش تبوظ، تخليها تقعد فتره معاكي طويله، وبتحافظ عليها كمان.
زي ما انتوا شايفين كده هبتدي احط الكيك بتاعتي في قلب بقى التلاجة تبرد. هسيبها تهدى بس شويه كده ربع ساعه، واحطها ساعتين، اقل حاجه ساعتين في قلب التلاجة عشان تعرفي تقطعيها. طبعا لو ليك فيكي اي استفسار اكتبي لي في الكومنت وانا ارد عليكم. بكون سعيده جدا بالكومنتات بتاعتكم. طبعا لو عجبك الفيديو انا مستنيه تعليقاتكم ومستنيه تطبيقاتكم، تقولوا لي ايه رايكم في وصفه النهارده. بجد الوصفه كانت جميله جدا، والكيك طعمها تحفه فوق ما تخيلوا. حبيت بس اوريلكم الطبقات كده بتاعت الكيك بتاعتنا، بالظبط زي الكيك التركيه بتاعتنا، وطعمها كان جميل جدا جدا. بعد بقى ما برد الكيك بتاعتي انا حبيت بس اوريها لكم. نبتدي نقطعها بقى مع بعضنا بعد ما بردت في التلاجة لمده ساعتين. عايزه اقول لكم احساس التقطيع ده كان جميل جدا. طبعا اول قطعه طلعت كده بعافيه، بس التانية طلعت متساويه جدا وكانت جميله جدا. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم ويكون خفيفه كده على قلبكم، ما كنتش تقلت عليكم ورغيت كتير. واشوفكم في فيديوهات تانية، واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع امانته في رعايه الله وحفظه حبايبي اينما كنتم. مع السلامه.